موقف جاكوب زوما من الرباط تحديدا، هل تتراجع جنوب افريقيا عن موقفها الداعم لجبهة البوليساريو وتتبنى الطرح المغربي كخيار يصفه حزب جاكوب زوما نفسه بأنه خيار براغماتي، خيار استراتيجي يصب في صالح جنوب افريقيا؟ فليستعد ضيفك الذي يتحدث من تندوف وليس من بير الحلو او من تفاريتي او من مكان اخر، فليستعد ضيفك من تندوف الجزائريه حيث هو موجود. صحيح هذا الكلام. في قمه نواكشوط في بلادك نواكشوط 2018 الاتحاد الافريقي اقر بحصريه دور مجلس الامن. ارجوكما لا تستغلوا الدقائق الاخيره لتمرير المغالطات، لا يمكن ان نسمح بتمرير المغالطات في الدقائق الاخيره. هذا كلام، هذا تكذيب. طيب لو كان لقاؤك معي من وقت السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم، ورمضانكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. الأصدقاء ديالي لو كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا دعمونا بالاشتراك في القناة أخوتي باش دائما توصلوا بالجديد. كذلك فعلوا أخوتي الزر ديال الجرس، وكذلك لايكات ديالكم والآراء ديالكم أسفل التعليقات. أصدقاء ديالي جبنا لكم فيديو كيتكلم على الصحراء المغربية. بلا ما نطول عليكم أخوتي، نتوما شوفوا الفيديو، احكموا، اكتبوا لي أسفل التعليقات الآراء ديالكم، ونتلاقاو في نهاية الفيديو. مشاهدينا الكرام ومرحبا إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند تداعيات إعلان حزب رمح الأمة برئاسة جاكوب زوما أكبر أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا، إعلانه من الرباط تأييد مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء الغربية، ذلك بعد مباحثة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. ونتوقف أيضا عند تداعيات هذا الإعلان على موقف جنوب أفريقيا الداعم تقليديا لجبهة البوليساريو. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من تندوف جنوب غربية الجزائر السيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو لدى سوريا، لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. سيد أبي بشراي البشير، أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ حكيم، شكرا على الدعوه. مساء الخير لكل مشاهدي قناه فرانس 24 عربي. مرحبا بك، كل الترحيب، ورحب ايضا بضيفي من الرباط الدكتور عبد الفتاح نعوم استاذ العلاقات الدوليه في جامعه القاضي عياض بمراكش. اهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبيه هذه الدعوه دكتور عبد الفتاح نعوم. اهلا وسهلا اخي حكيم، وشكرا جزيلا لك على الدعوه، واهلا بك وبالمشاهدين. مرحبا بكم، كل الترحيب. وسؤال، ما تعليقكم على إعلان رئيس حزب رمح الأمة الجنوب أفريقي المعارض جاكوب زوما على لسان رئيس لجنة العلاقات الدولية في الحزب، إعلانه من الرباط تأييد حزب رمح الأمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء الغربية، وما مدى أهمية ذلك بالنسبة للمغرب؟ دكتور عبد الفتاح نعوم أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض بمراكش، مرحبا بك من جديد، تفضل. شكرا جزيلا. أنا في تقديري أنه هذا الموقف هو أولا ينهي الأسطورة التي لطالما حاول زعماء هذا يعني حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الANC أن يروجوها، والتي تقول أنه هذا الموقف هو موقف عليه إجماع في جنوب إفريقيا، وأرادوا أن يصوروا الموضوع. وفي الحقيقة هذا موقف طارئ على جنوب إفريقيا، أنه بعد وفاة أو بعد نهاية يعني مرحلة أو تجربة رئاسة نيلسون مانديلا، بدأت بعض العناصر تعمل في اتجاه تطوير هذا الموقف، وصولا إلى العام 2004 حينما أعلنوا الموقف. إذن هو الموقف أساسا طارئ. الآن هذا يعني النتيجة التي وصلنا إليها الآن هي جاءت بعد مخاض حصل منذ العام 2018 عمليا، مجموعة من التحولات عصفت بالحقل السياسي والحزبي الداخلي في جنوب إفريقيا، وصولا إلى الصراع الذي نشأ بين الآن زوما وبين يعني الرئيس رامافوزا، خصوصا ونحن نتحدث عن أنه زوما ليس شخصا يعني هو يعني طارئا على المشهد السياسي في أو الحزبي، في هذا رئيس سابق، والرؤساء السابقون وأيضا الشخصيات الاعتبارية في جميع الدول حينما تصدر مواقفا يكون لها وزنها ولها معناها. أيضا نحن نتحدث عن شخص إلى الأمس القريب كان في نزال مع رامافوزا بخصوص تسمية الحزب. حزب رمح الأمة نفسه له دلالة تاريخية تتعلق ببدايات
التأسيس، يعني كان هو الجناح العسكري للاي ان سي. فإذا نتحدث عن تحول كبير جدا، ينضاف إليه أنه ليست الواقعة الأولى. يعني في السنة الماضية كان موقف لأوبيد بابيلا وهو نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الاي ان سي أيضا، وكان له موقف متقدم في هذا الاتجاه. إذا أضفنا إلى هذا تحولات أخرى تتعلق بالمشاكل الداخلية التي تتصل بهذه الحكومة الحالية، والتي هي حكومة وحدة وطنية، حكومة لأول مرة لا يكون فيها الحزب الوطني الديمقراطي قادرا على أن يحصد الأصوات، وهذا ترتيبا على نتائج انتخابات العام الماضي عام 2024. ما مدى أهمية ذلك للمغرب؟ مشكلة البيض سيد وما عبد حصل الفتاح نعوم، بعد المغرب بالنسبة للمغرب ما مدى أهمية هذا الإعلان؟ هذا سؤال. أهمية هذا الإعلان بالنسبة للمغرب هو أنه بداية مسار إقفال الباب أمام أطروحة لطالما اختبأت خلفها الجزائر واختلفت خلفها البوليزاريو، وحاول الحزب الوطني الإفريقي أن يروج لها، والتي تحاول القول بأن الموضوع يتعلق بموقف الدولة وموقف النخب. لا، هذا كله مغلوط وهذا كذب. والآن اتضح العكس، أن هناك وجهة نظر أخرى في الجنوب إفريقيا ستتجه أيضا، حتى يعني الحزب التحالف الديمقراطي الذي هو جزء من الحكومة سنأتي على التداعيات ربما لذلك. هذه الديماغوجيا التي يروج إليها أستسمحك فقط. أستسمحك وسنأتي على التداعيات خلال لحظات. أن أستطلع رأي ضيفي من تندوف جنوب غربية الجزائر سيد أبي بشاير البشير، ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. ما تعليقك أنت على إعلان جاكوب زوما رئيس ثالث قوة سياسية، ثالث قوة برلمانية في جنوب أفريقيا، دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي؟ وهل فاجأ هذا الإعلان جبهة البوليساريو؟ مساء الخير. أعتقد بأنه هذا التحول، يعني الموقف المعبر عنه من طرف حزب الأمكي رمح الأمة خلال الزيارة الأخيرة لجاكوب زوما إلى الرباط، يجب فهمه كما أعتقد ضمن 3 مستويات. المستوى الأول يتعلق بالمغرب في حد ذاته. هناك شعور في الحقيقة بالخيبة، بأنه منذ السنوات الأخيرة ومواقف الدعم التي يعرضها المغرب لمقاربته في الحكم الذاتي، وربما حتى الاعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة، مع ذلك هذا لم يحدث في الحقيقة اختراق حقيقي على الأرض يمس جوهر النزاع، ألا وهو بأنه الصحراء الغربية إقليم غير مستقل ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار، وأن هناك إجماع دولي حول الحق في تقرير المصير. المغرب انضم إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، وكان بأجندة واضحة، يعني التأثير على عضوية الجمهورية الصحراوية. ولكن الآن المغرب يقف على حقيقة بأنه لم يفشل فقط في تحييد الجمهورية الصحراوية من التمتع بعضويتها كاملة في الاتحاد الإفريقي، ولكنه أيضا يفقد الكثير من الوزن الذي رافق انضمامه الاتحاد الافريقي، والدليل هو فشله في الرهانات الانتخابيه خلال هذه السنه نيابه رئاسه. لم تجبني سيد أبي بشير، استسمحك. يعني سؤالي ربما ستاتي على ذلك، ولكن سؤالي واضح حتى نكون في صلب الموضوع. هل لديكم أنتم خيبة أمل؟ هل تفاجأتم بهذا الإعلان؟ تعليقك أنت على إعلان جاكوب زوما بالنظر لثقله السياسي في جنوب أفريقيا لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي؟ ما موقفكم أنتم من هذا؟ هذا هو سؤالي لو سمحت. نحن بالنسبة لنا، وبغض النظر عن الملابسات التي أحاطت بإعلان زوما عن هذا الموقف وهذا التحول في حزب بطبيعة الحال جديد، إلا أنه في النهاية بالنسبة لنا لن يؤثر لا من قريب ولا من بعيد لا على موقف جنوب إفريقيا فيما يتعلق من النزاع في الصحراء الغربية وتضامنها مع الشعب الصحراوي، بالمناسبة الذي يندرج تماما ضمن تضامنها مع الشعب الفلسطيني. لم تتفاجأوا. أنا سأتي ربما على التداعيات خلال لحظات، ولكن في جبهة البوليساريو بعد هذا الإعلان ما كان ردكم؟ ما كان موقفكم من ذلك؟ هذا ما قصدته. وعفوا على الإصرار على السؤال سيد أبي بشاير البشير. لا، بطبيعة الحال نحن نعتبر بأنه حزب أمكي الذي بالمناسبة غالبية أعضائه هم ممن كانوا يتمتعون بالعضوية الكاملة في مؤتمر الحزب الوطني الإفريقي، بما فيهم جاكوب زوما، والذين عبروا خلال مناسبات ماضية عن موقف ثابت في دعم الشعب الصحراوي. نحن نتأسف بطبيعة الحال لهذا الموقف، ونعتقد بأنه هذا الموقف لا يشكل فقط إدارة ظهر
للشعب الصحراوي ولقيم التحرر الإفريقية ولقيم حتى تحرر جنوب أفريقيا، ولكنه أيضا يشكل إدارة ظهر يعني موقف البلد الذي ينتمي إليه حزب رمح الأمة، والذي في النهاية يفترض بأنه بغض النظر عن التجاذبات السياسية الداخلية مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ولكن كما تقتضي يعني التقاليد الديمقراطية داخل الدول الكبرى كما هي جنوب أفريقيا، كان يجب احترام الخيارات الخارجية لجنوب أفريقيا. واعتقد بأنه هذا الموقف بالتحديد يجب فهمه في إطار مسعى دولي من أجل تقليم أظافر جنوب إفريقيا التي عبرت عن مواقف متقدمة في دعم الشعب الفلسطيني، ونحن لا نتفاجأ حقيقة بأنه يتم استخدام المغرب كمنصة لإطلاق يعني هذا المسار من أجل يعني تقليم أظافر جنوب إفريقيا وتحييد دورها الإقليمي ودورها الدولي الكبير في دعم قضايا التحرر بما فيها في الصحراء الغربية وفي فلسطين. يجيبك ضيفي على هذه النقطة حين تحدثت عن تقليم لأظافر جنوب أفريقيا عبر المغرب كما قال ضيفي سيد أبي بشاي البشير، ولكن أعود إلى دكتور نعوم من الرباط مجلة جون أفريك حتى نتحدث فعليا الآن عن التداعيات، أن القرار وفق المراقبين وهذا الإعلان له ثقله ولئن كان جاكوب زوما في المعارضة. مجلة جون أفريك تقول أن جاكوب زوما يحاول فتح ثغرة في الموقف الجنوب أفريقي بشأن الصحراء الغربية. دكتور عبد الفتاح نعوم، وهنا أود أن أسأل ما هي حظوظه في ذلك، وهل نحن ربما أمام مقدمة لفتح حوار جديد بين المغرب وجنوب أفريقيا بعدما وصفت ربما بأنها مصالحة غير مكتملة في 2017؟ كيف ترقب أنت كل ذلك دكتور نعوم؟ هذا ممكن جدا أنا في تقديري، لأنه موقف جنوب إفريقيا ليس عبارة عن مرضا يعني مزمنا أو عضالا كما هو مرض الجزائر ومرض البوليزاريو. هذا موقف طارئ كما قلت. وحتى يعني الرئيس الذي نتحدث عنه الآن يعني زوما هو كان مع الرئيس تابو مبيكي يعني وموقفه إلى العام 2017 كان ضد المغرب. يعني هذا الرجل يعني هو ابن هذا الموقف يعني المريد يعني أو الموقف الجنوب إفريقيا الطارئ، يعني هو ليس موقفا تقليديا. يعني جنوب إفريقيا لم يكن لها موقف تقليدي في هذا الموضوع. إلى العام 2004 تبنت هذا الموقف بعد أن انسحب أو بعد أن قدم جيمس بيكر استقالته بعد أن فشلت خطته التي كانت تقضي بمنح يعني مشروع حكم ذاتي ل5 سنوات ثم استفتاء بعده، والذي كانت قد هللت له بوليزاريو والجزائر في حينه ورفضه المغرب. إذن هذا أساسا موقف طارئ. فالرجل في إيقاع تتحول فيه إفريقيا كلها نحو البراغماتية ونحو العلاقات البينية والتعاون على أساس الاقتصاد ومواجهة التحديات المشتركة في القارة الإفريقية. هذا البلد نخبه الآن تتهيأ لكي تلعب هذا الدور، تنظر إلى موقف كينيا وإلى موقف نيجيريا وإلى مواقف دول أخرى تحيد المشاكل المتعلقة بالدول الأخرى وتبعد وتنأى بنفسها عن المشاكل الداخلية للدول الإفريقية وتبحث عن الحلول. إذن المغرب يطرح حلا عادلا وسلميا وسياسيا وقابلا للتطبيق وحلا ديمقراطيا هو حل الحكم الذاتي. المغرب يطرح حلا للنقاش السياسي والدبلوماسي مع من لديه المؤهلات، مع من هو أهل للنقاش السياسي والديمقراطي. الدول الإفريقية والنخب الإفريقية الآن هذا تعبير من التعبيرات ما يقوم به الرئيس يعني السابق زوما. كيف سيتأثر الموقف الداخلي تحديدا رغم الخلافات؟ دكتور نعوم عفوا، الموقف الداخلي في جنوب أفريقيا رغم الخلافات بين جاكوب زوما وسيريل رامافوزا، كيف سيتأثر تحديدا بهذا الموقف الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي؟ لا، لأنه في السابق لم يكن هناك خطاب آخر، لم يكن صوت آخر مسموع. الآن يفتح النقاش في جنوب إفريقيا. هناك نخب أخرى وأحزاب أخرى قريبة من حزب رمح يعني الأمة. هناك أيضا يعني لا ننسى أنه هذا الحزب رمح الأمة هو خرج من رحم يعني التحرير يعني الإفريقي أو من المؤتمر الوطني الإفريقي، فبالتالي لا هناك بيئة واحدة تجمعهما معا، يعني إرث واحد. الخلاف الموجود بين زوما وبين رامافوزا هو بين شخصين، أما عمليا زوما ما زال له تأثيره داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. إذن فليستعد ضيفك الذي يتحدث من تندوف وليس من بير الحلو أو من تفاريتي أو من مكان آخر، فليستعد ضيفك من تندوف الجزائرية حيث هو موجود.
إيه لا، فليستعد ضيفك لسماع مواقف متقدمة، ولا أنسى يعني هناك دول أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو غيرها كلها لديها مواقف متقدمة، وفقط تصحيح يعني لضيفك الذي يقول أنه هناك تقليم لأظافر جنوب إفريقيا. حينما قام الرئيس ترامب بعقد جلسة تأديبية لرامافوزا في البيت الأبيض، حدثه عن البيض في جنوب إفريقيا، لم يحدثه لا عن الموقف من فلسطين ولا عن علاقته بالمغرب ولا أي شيء. بل أكثر من ذلك، رامافوزا لم يجرؤ على أن ينبس ببنت شفا فيما يتعلق بقضية فلسطين أمام ترامب. إذن هذه نمور من ورق تختبئون خلفها، والتاريخ بيننا والأيام بيننا. طيب سيد دبي بشري البشير، ممثل جبهة البوليساريو، أود أن أسألك فعلا، هل فعلا موقف جنوب إفريقيا طارئ غير وليس موقفا تقليديا؟ أود ربما توضيح بسيط من وجهة نظرك بهذا الشأن. وأود أن أسألك أيضا بعد هذا الموقف، موقف جاكوب زوما من الرباط تحديدا، هل تتراجع جنوب إفريقيا عن موقفها الداعم لجبهة البوليساريو وتتبنى الطرح المغربي كخيار يصفه حزب جاكوب زوما نفسه بأنه خيار براغماتي، خيار استراتيجي يصب في صالح جنوب إفريقيا؟ لا، في الحقيقة لن أتحدث عن مقترح المغرب فيما يتعلق بالحكم الذاتي، لأنه بالنسبة لنا ولد ميتا، والدليل بأنه موجود على الطاولة منذ سنة 2007 ولم يتقدم إلى حد الساعة، بالرغم من المواقف التي يشير إليها المغرب وأغلبها دعاية. ولكن فقط تحدثوا عن فيما يتعلق برمح الأمة وفيما يتعلق بمستقبل موقف جنوب إفريقيا. أعتقد بأن جنوب إفريقيا، وهذا ما أكده حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في بيانه قبل يومين، أكد على ثبات موقف جنوب إفريقيا في دعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال. ولكني دعني أشرح لك يعني التركيبة السياسية للقوى النافذة في جنوب إفريقيا. في الحقيقة تسيطر عليه 4 أحزاب رئيسية. حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هو الحزب الحاكم، وموقفه معروف جدا في إطار تحالف تاريخي مع جبهة البوليساريو. موقف حزب التحالف الديمقراطي DA، وموقفه واضح جدا فيما يتعلق بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. القوة الثالثة هي قوة رمح الأمة، والتي تتحدث الآن عن هذا التحول في موقفها. والقوة الرابعة هي EFF، وهو يعني التمكين الاقتصادي للسود في جنوب افريقيا، وهذا موقفها يوجد على يسار ANC فيما يتعلق بدعم البوليساريو وفيما يتعلق بدعم كفاح الشعب الصحراوي في تقرير المصير. القوى يعني هناك قوة النقابات، وهي كوساتو، تحالف نقابات جنوب افريقيا، وموقفها قوي جدا في دعم الشعب الصحراوي، بالاضافه للحزب الشيوعي الجنوب افريقي الذي موقفه ايضا واضح. وبالتالي فانه موقف الMK حزب رمح الامه يعتبر موقف هامشي لا قيمة له على الإطلاق فيما يتعلق بمشهد الدعم الجنوب إفريقي لكفاح الشعب الصحراوي في تقرير المصير. فيما يتعلق بهذه يعني المكاسب التي يتحدث عنها المغرب في دعم مقترح الحكم الذاتي، وفيما يتعلق بدعم السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، في الحقيقة يجب أن نسجل موقف واضح في أنه فيما عدا ترامب، وهو موقف شخصي إلى حد الساعة، لم يتم تفعيله على الإطلاق فيما يتعلق بالاعتراف المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. أو موقف ماكرون، وهو موقف شخصي كان قد نفاه مجلس الدولة الفرنسي في قراره نهاية يناير من هذه السنة. ليس هناك موقف داعم على الإطلاق، ولكن ثمة استثمارات أيضا تقول عكس ذلك في منطقة الصحراء الغربية. نتحدث عن أمور عملية سيد دبي بشراي البشير، وتؤكد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء الغربية. نحن نتحدث عن المسار الذي في النهاية يجب أن يدعم من طرف الجميع. يعني هو أنه الشعب الصحراوي يعني فقط هناك سؤال بسيط يا أخي. الإخوان في المغاربة يزعمون بأنه غالبية الصحراويين معهم ويؤيدون الحكم الذاتي وإلى آخره، وبأنه يتحدث لك يعني نتحدث من تندوف ولا أتحدث من بالرحلو أو تفاريتي، وأن هناك أقلية والصحراويون يعني مسيطر عليهم الموجودون في تندوف إلى آخره. إذا كان الأمر كذلك يا أخي، ماذا يمنع من تنظيم استفتاء تقرير المصير؟ وبالتالي فإنه استفتاء تقرير المصير كان، وبالمناسبة ديمستورا في حاطته الأخيرة أكد بأنه الأمم المتحدة لا تستطيع أن تنخرط في أي مسار حتى لا يضمن حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي. حتى أكون منصفا من حيث الوقت مع الدكتور عبد الفتاح نعوم، أستاذ العلاقات الدولية، يقول لك موقف رامافوزا موقف هامشي لا قيمة له، ولا خوف من أي تغيير في موقف الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، والأمر لا يعد أن يكون ربما تغذية للنقاش، أما الثوابت فهي ثوابت. تفضل.
ورامافوزا كان قد اتهم في العام 2018 بتهم كثيرة في جنوب إفريقيا وحكم بالسجن، وحدثت مظاهرات اضطرت جنوب افريقيا الى الافراج عنه. يعني هذا شخص هامشي وموقفه هامشي ورئيس سابق لجنوب افريقيا، وهو اساسا ابن زوما، وهو اساسا ابن حزب يعني المؤتمر الوطني الافريقي، وكان نائبا للرئيس تابو مبيكي. يعني تتحدث عن شخص هامشي وكانه شخص لا يعرفه احد في جنوب افريقيا. من ناحيه اخرى نفس الكلام كنتم تقولونه عن كينيا، وكنتم تقولونه عن الكثير من، وقلتم ايضا حتى الولايات المتحده الامريكيه، وقلتموه عن فرنسا وعن اسبانيا، وكلها دول كانت لها مواقف اخرى. ثم من ناحيه اخرى يتحدث الاخ الكريم على انه الولايات المتحده الامركيه موقفها، يا اخي للمره المليون نقول لكم هذا ليس موقف ترامب، هذا امر رئاسي تنفيذي مسجل في السجل الفيدرالي الامريكي، وهناك نسخه في مجلس الامن، وهناك نسخه للامم المتحده، وهناك هذا موقف موثق في الوثائق، وراهنتم على طيله فتره بايدن وكنتم تقولون نفس الكلام، وكان يعني الواقع شيء اخر، وجاءت عاده ترامب وكان الكلام شيء اخر. يعني تقولون تعيشون على الاوهام وتمنون النفس باوهام لن تكون في يوم من الايام. يتحدث الاخ على انه الحكم الذاتي ولد ميتا. قلتم هذا الكلام في 1981 حينما طرح المغرب مبادرة الاستفتاء التأكيدي، وقلتم الكفاح المسلح ونرفض أي مبادرة سياسية ونرفض التفاوض والسياسة، ثم قبلتم مهزومين صاغرين بعد أن نزمتم في الحرب وقذف بكم إلى تندوف، ثم بعد ذلك دخلتم إلى العملية السياسية. وهذا الاستفتاء الذي تتكلم عنه من أفشله؟ بوليزاريو الذي أفشله. هل تتذكر وأنت تعرف جيدا الشروط الخمسة أو المعايير الخمسة التي اقترحها بوليزاريو ووافق عليها المغرب، ثم عرقلها البوليزاريو قبل هيوستن وبعد هيوستن وبعد سنة 2000، وما زلتم تتحججون بالشعار. أنتم لا تريدون استفتاء ولا تريدون حلا لهذا المشكل، أنتم تريدون المزايدة بهذا المشكل واستثماره وتأبيده من أجل مغانم شخصية هنا وهناك، واستثمار هذا الموضوع في مناحي لا علاقة لها لا بالمحتجزين ولا بالصحراويين ولا بالسكان ولا بالمنطقة بأكملها. هذا مشروعكم، مشروع الانفصال، مشروع استعماري خرج من رحم الاستعمار. تتعنون بمبدأ الحدود الموروثة على الاستعمار، لا علاقة لكم من قريب أو من بعيد بالقانون الدولي ولا بأي شيء. ولذلك حينما نتحدث عن القانون الدولي اصمتوا، لأنه قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007 لا تتحدث عن الاستفتاء. تقرير المصير هذا مبدأ عام، الاستفتاء إجراء، الحكم الذاتي إجراء. ميزوا بين المبادئ العامة في القانون وبين الإجراءات. يعني لا يمكن أن نناقش مسائل القانون الدولي ونناقش مسائل الحلول السلمية والحلول السياسية للمشكلات. هذا نزاع، هذا مشكل صحيح مشكل، لكن هناك مسار، هناك تراكم في المسار الأممي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. المغرب دائما إيجابي، يتقدم، يقدم حلول، يقدم مبادرات. أنتم تتلكؤون، تعرقلون، تحاولون دائما أن تضعوا العصا في العجلة. تحاولون دائما أن تعيشوا على الشعارات وعلى الأوهام، وفي النهاية ها أنت أخي في تندوف، وكان بإمكانك على الأقل أن تكون في الأراضي التي تسمونها محررة. لماذا لا يكون الآن المباشر كلمة الختام سيد أبي بشرى البشير، كلمة الختام باختصار. تعيشون في هذه الأوهام. طيب سيد أبي بشرى البشير، كلمة الختام لو سمحت، ونختم هذه الحلقة، انتهى الوقت باختصار لو سمحت. لا، في الحقيقة الأمور بخواتمها. الآن سنة 2025 الجمهورية الصحراوية عضو يعني ثابت في الاتحاد الإفريقي، والدول الإفريقية الكبرى ابتداء من جنوب افريقيا، نيجيريا، الجزائر، انغولا، اثيوبيا وحتى كينيا تعترف بالجمهورية الصحراوية وتقيم معها علاقات دبلوماسية. الاتحاد الإفريقي يؤكد على أنه ليس ثمة من سبيل لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، كما أكدت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في قرارها سنة 2022 على أن المغرب يحتل الصحراء الغربية، وبأن حق الشعب الصحراوي ثابت في تقرير. لا مغالطات، هذا الكلام صحيح، كلام غير موثق وغير صحيح. الإفريقية أنا لم أقاطعك، ويطالب الدول الإفريقية وقال يمكن الرجوع إليه. القرار صادر 22 سبتمبر سنة 2018 ويدعو جميع الدول الإفريقية والشعوب الإفريقية إلى التضامن مع الشعب الصحراوي ومساعدته في مساره التحول من أجل استكمال سيادته على
سيادة على انتهى الصحراء الوقت. الغربية. لا أخي حكيم، أخي طيب. حكيم، دكتور نعوم تقول غير صحيح هذا الكلام. قمة نواكشوط في بلادك نواكشوط المغرب 2018 الاتحاد الافريقي اقر بحصريه دور مجلس الامن. انتهى اختصاص مجلس الامن. ارجوكما لا تستغل الدقائق الاخيره لتمرير المغالطات، لا يمكن ان نسمح بتمرير المغالطات في الدقائق الاخيره. طيب. هذا كلام، هذا تكذيب. طيب وهذا لو كان لقاؤك معي من نواكشوط لكان لا انتهى الوقت. سيد أبي بشاي البشير استسمحك، انتهى الوقت. سيد أبي بشاي البشير باختصار شديد في 10 ثواني، ما الذي لا تتفق معه دكتور نعوم باختصار في 10 ثواني لو سمحت؟ 10 ثواني. لا، الكلام الذي يقوله هذا الأخ كله غير موثق وكذب. سجلت موقفك. بلاده وأشكركما. الرجل الموريتاني هذا لا نتهجم على الأشخاص. موضوعنا ليس الأشخاص، لا الأشخاص ولكن المواقف. نشكركما. لا أرجوكما. لا انتهى الوقت. كل الشكر جزيل لكما. آسف. لا أرجوكما، يعني أرجو منكما يعني نحترم بعضنا البعض، أن يكون الكلام موجه فقط ومتقيد بالمواقف لا بالأشخاص. كل الشكر. طيب أشكركما جزيل الشكر. انتهى الوقت. أشكركم. وصلنا خوتي الختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك، اشتراك في القناه، كذلك فعلوا خوتي الزر ديال الجرس، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناه. كذلك اكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم حول فيديوهات ديال اليوم. وغنهضروا شويه عاوتاني على ماتش ديال المغرب الرياضي الفاسي، واللي كان فيه واحد التعثر بالميدان ديالو. يعني كان واحد الجمهور كبير تبارك الله، والتيفو عالمي صراحه من فريق المغرب الرياضي الفاسي. وكذلك الحضور الجماهيري ديال نادي الكوكب المراكشي بملعب فاس كان حضور ممتاز صراحه. هذه هي الفرجه اللي بغينا نشوفوا يعني داخل الملعب، يعني حتى الفرجه الجماهيريه. يعني شفنا بعض المباريات اللي كانت صراحه الملاعب خاويه، فنتمنوا ان شاء الله من المسؤولين يعني ياخذوا بيد هاد الفرق هادو اللي عندهم الجماهير. فماشي مشكل يمشيو 5000 يمشيو 6000 يتفرجوا، على الاقل تكون الفرجه الى ما كانت في الميدان تكون على الاقل جماهيريه. المهم اخوتي، الفريق المغربي الرياضي الفاسي كيف ما قلت فهو تعثر في المباراه ديالو ضد الكوكب المراكشي، كان منتصر يعني لاخر دقائق المباراه بعد ما تطرد ليه لاعب في صفوف الفريق المغربي الرياضي الفاسي، فتراجع المستوى ديال الماس. فهذا الشيء اللي خلى فريق الكوكب المراكشي يضغط بكل ما يملكه من قوه، واستطاع باش انه يجيب الهدف ديال التعادل عن طريق لاعب المنتخب المغربي السابق خالد بوطيب. فنتمنى كل التوفيق للمغرب الرياضي الفاسي وكذلك جميع الانديه هذا العام اللي كتنافس على البطوله المغربيه. وصلنا للختام، تلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.